مرحبا بكم في فيديو جديد يسلط الضوء على القوة الدفاعية لإسرائيل والجزائر، حيث نستعرض معا تفاصيل منظومات إسقاط الصواريخ وتقنيات التصدي الحديثة، مع شرح شامل لمعنى الصواريخ فائقة السرعة أو ما يعرف بالصواريخ فرط الصوتية. تابعونا في هذا الفيديو لتكتشفوا كيف تتنافس هاتان القوتان في بناء دفاعات متطورة تحافظ على أمنها وتفرض الهيمنة في منطقة استراتيجية حساسة. لا تفوتوا التفاصيل المهمة والتحليلات العميقة التي تكشف أسرار التكنولوجيا العسكرية الحديثة. أولاً، نظرة عامة على العقيدتين. تعتمد إسرائيل على عقيدة عسكرية تهدف إلى رصد وإسقاط أي تهديد قبل وصوله، لذلك أنشأت منظومات دفاعية متعددة الطبقات تشمل كافة المديات من القصير إلى البالستي العالي. بالمقابل، تسير الجزائر نحو نمو سريع في بناء منظومة دفاعية رادعة تعتمد في أساسها على أنظمة روسية وصينية، وتواصل تطويرها بوتيرة متسارعة بارزة في التدريب والتكتيك والاستخبار. ثانياً، إسقاط الصواريخ والطائرات. في إسرائيل يبدأ التصدي للصواريخ منذ لحظة إطلاقها، حيث ترصد الرادارات في نظام حتس وآرو مسار الصاروخ في الفضاء، ثم تطلق صواريخ مضادة لتفجره قبل أن يدخل الغلاف الجوي. أما الصواريخ متوسطة المدى فتتولاها منظومة مقلع داوود، وفي حالة الصواريخ القصيرة والقذائف تتدخل القبة الحديدية بفعالية، رغم أنها تعاني أحيانا من تخمين المسار وتجنب الضرر المالي الناتج عن الإطلاق المتكرر. في الجزائر يتم الاعتماد على منظومة S-400 للتصدي للطائرات والصواريخ البالستية والمجنحة، وهي منظومة تستطيع تعقب أكثر من 300 هدف في آن واحد، وتطلق صواريخها بسرعة هائلة قادرة على تفجير التهديد قبل وصوله. تمتلك الجزائر أيضاً منظومة بوك M2 وبانسير التي تجمع بين المدافع والصواريخ، وهي فعالة خصوصاً في إسقاط المسيرات والهجمات المنخفضة الارتفاع. ثالثاً، التعامل مع التهديدات الفرط صوتية. صواريخ فرط الصوت هي أحد أخطر التهديدات الحديثة، لأنها تسير بسرعات تتجاوز 5 أضعاف سرعة الصوت وتغير مسارها في الجو، مما يصعب رصدها وإسقاطها. إسرائيل بالتعاون مع أمريكا تعمل على تطوير نظام لرصد وتدمير هذه الصواريخ، لكن لم تجرب بعد في ميادين القتال. أما الجزائر فإنها لا تمتلك حتى الآن نظاماً معتمداً لإسقاط الفرط الصوتي، ولكنها تعول على التعاون مع روسيا التي تختبر نظماً جديدة، وقد تكون من أول الدول العربية التي تتسلم مثل هذه التقنيات في المستقبل القريب. رابعاً، القدرة على التحمل والاستمرار. في حالة حرب مستمرة تظهر فرق القدرة اللوجستية بين الطرفين. إسرائيل تعتمد بشكل كبير على الدعم الأمريكي ومخازن الطوارئ التي تحتوي على آلاف الصواريخ، مما يمكنها من الاستمرار طويلاً في أي صراع. في الجزائر تراهن القيادة العسكرية على الاكتفاء الذاتي وفتح مصانع محلية لصيانة وتجميع العتاد، مع استراتيجية للتموضع في عمق الصحراء لتجنب الإصابات المباشرة. الخلاصة: إسرائيل تمتلك منظومة دفاعية عالية التقنية ومجربة ميدانياً، مع تفوق في نقاط الرصد والإطلاق السريع، بينما الجزائر وإن لم تخض حروباً مباشرة في السنوات الأخيرة فإنها تبني قدرة رادعة حقيقية تتطور بسرعة، ويمكن أن تشكل مع منظومة رصد متقدمة خطراً كبيراً على أي عدو يستهدف المنطقة. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية رحلتنا في هذا المقطع. إذا كان هذا النوع من المحتوى يلهمك ويثير فضولك العسكري، فلا تنسى أن تدعمنا بزر الإعجاب وتشترك في القناة لتكون دائما في الصف الأول من المتابعين. هل لديك موضوع عسكري يشغلك أو سؤال ترغب أن نخوض في تفاصيله؟ فربما يكون موضوعنا القادم من اقتراحك أنت. كان معكم عبد الجليل صاحب قناة الأسد الحديدي. نلقاكم في جولة جديدة في سلسلة عالم القوة والتحليل، والسلام عليكم ورحمة الله.